ازيكم عاملين ايه طلبة رابعة ابتدائي؟ هنحل مع بعض exercise 24 lessons 3 and 4. المرة دي بقى هنستعمل using البروتراكتور المنقلة وعشان نقيس الانجلز. دي ارقام تليفوناتي للي حابب يتواصل معايا. طيب هنا كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا كده classify each angle، يعني بيقول لك صنف. اظن احنا المفروض بقى خلاص بقى اتعودنا على الكلمة دي يعني بيقول لك قول لي هي الانجل دي هل هي acute ولا right ولا obtuse ولا هي straight. طيب بيقول لك then measure each angle، وبعد كده بيقول لك قيس بقى انت الانجل دي. فبيقول لك ايه trace each angle and draw longer sides if necessary. يعني بيقول لك ايه، حاول كده خليك يعني ايه. المهم يعني ايه، بيقول لك يعني ايه قيس قيس الانجل يعني. مالكش دعوه باللي هو كاتبه في الاخر ده. هو مجرد بس بيقول لك يعني لو انت حبيت تطولهم طولهم. draw longer sides يعني ترسم اطول يعني عشان خاطر عشان خاطر طبعا المنقله، انت عارف ان المنقله بتبقى كبيره، فممكن دول يبقوا مستخبيين، فانت عادي ممكن تطولهم كده وتطول ده كده وتقيس يعني. المهم يعني المهم كل الحكايه احنا طبعا ايه علشان نعرف نحدد هو اكيوت ولا رايت ولا اوبتيوس ولا ستيت. احنا طبعا ممكن نحدد من الرسمه يعني طبيعي، دي احنا عارفينها بقى خلاص، احنا كبرنا على الموضوع ده. دي انجل صغيره فبالتالي دي اكيوت، فبالتالي خلاص ادينا قلت اهو. طبعا عشان نتاكد اكتر محتاجين نعمل ايه، نقيس فعلا الانجل دي نشوفها كام بالظبط. طب انا هحل معاك بس اف عشان هي اصعب واحده، تمام؟ طيب تعالى احل معاك كده ايه، احل معاك كده رقم اف. بص، وطبعا انا بس عشان خاطر ده البرنامج، فايه انت طبعا انت عارف انت بتقيس ازاي، اظن احنا اتعلمنا يعني. قلنا اول حاجه النص بتاع المنقله، تمام، يبقى على الراس بتاعت الانجل. فين الراس يا مستر؟ هي الراس هنا اهي. بس فانا كده ظبطتها. ونحط لازم يبقى فيه صفر، لازم يبقى اتجاه الصفر مع اتجاه السهم. طبعا سواء حابب تقيسها كده او سواء لو انت عايز تقيسها الناحيه التانيه وبالنسبه لك الصفر هو اللي هنا، مفيش مشكله براحتك. انا تعال نقيس من هنا، تعال نقيس من هنا اهو. طيب خلي بالك السهم فين، السهم طالع اهو. عشان كده بقى دي كانت ميزه ان هو بيقول لك في السؤال، بيقول لك draw longer sides if necessary، يعني ارسم خطوط اطول لو انت محتاج يعني. المهم يعني تعالى ناخدها بالشبه كده يعني. طيب احنا عايزين نقيس احنا فين يا مستر الصفر بتاعنا؟ هل الصفر بتاعنا هنا؟ لا يا مستر دي 170. طبعا هي مش مكتوبه عندي هنا بس هتلاقيها مكتوبه عندك انت يعني. هنا 180. فهل ده صح يا مستر؟ لا احنا قلنا على نفس الخط بنقيس الصفر. فين الصفر اهو يا مستر. طيب تعالى بقى نقعد نقيس كده. هنلاقيها كام. تعالى كده نشوف. اهي وصلنا لغايه خط النهايه بالظبط. طبعا احنا بنقيس من بره، بنقيس من ايه؟ من بره. افتكر ان فين الصفر يا مستر؟ الصفر جوه من بره. لا يا مستر الصفر من بره. يبقى انا هكمل من بره اهو لغايه لما وصلت لكام؟ لل 140 يا مستر. 100 ايه؟ 140. تمام. طيب يبقى انا كده يا مستر خلاص الحمد لله عرفت ان هي بكام. عرفت ان الانجل دي كده ب 100 ايه؟ ب 140 ديجريز. طيب هل يا مستر رايت ولا اكيوت ولا اوبتيوس ولا ستريت؟ طبعا يا مستر اوبتيوس. ليه؟ عشان اكبر من 90 واصغر من 180، فدي اسمها اوبتيوس. اهي نقول كده اوبتيوس انجل. ماشي كمل انت الباقي بنفس الحاجه، نفس الحاجه. تمام. السؤال اللي بعده. تعالى كده نشوف هو طالب ايه. بيقول لك انا كده رايت 3 different names for each angle، يعني بيقول لك اكتب لي 3 اسماء مختلفة من الانجل. فاكر اتعلمناها في الحصة؟ ها، 3 اسماء مختلفة. طيب when you are finished، لما تخلص الكتابة بتاعت 3 اسماء يعني، بيقول لك يعني لما تخلص when you are finished investigate how to use the protractor to measure the angles. يعني اكنه بيقول لك كلمه انفستيجيت، يعني كانه بيقول لك كده ايه، وريني بقى يا شاطر كده هاو تو يوز، ازاي هتستخدم البروتراكتور عشان تقيس الانجل. طيب انا برضو هحل معاك رقم ايه. تعال نعرف ازاي بنسميه. قلنا اول حاجه يا مستر فين الانجل اهي، فين الفيرتكس اهي. طيب طالما دي الفيرتكس، اول حاجه بحدد الفيرتكس ولازم تبقى هي في النص. بعمل ايه يا مستر؟ بعمل علامه الانجل اللي اتعلمناها في الحصه المره دي، علامه الانجل اهي، وبكتب حرف التي. ادي اول اسم. طبعا كده الانجل دي ثابته، العلامه دي ثابته. ودايما ببدأ من لازم اخلي حرف التي في النص اهو يا مستر، واكتب الحرفين التانيين مرة اس ومرة يو. نفس النظام هنا، مرة يو مرة اس، بس كده. تمام بس كده. طيب عشان بقى نقيس هتعمل بقى نفس الخطوات اللي عملناها في السؤال ده. اهو السؤال، لا انا حليت معاك سؤال رقم 1. ارجع بص حليت حليت رقم اف دي ازاي، وانت هتعرف ازاي هتقيس. بس هي نفس الحاجه برضه، عايزك تقيس بالبروتاكتور. قيس انت بقى مع نفسك. تمام.
يلا ايه السؤال اللي بعده؟ طيب بيقول لك انا كده ايه، بيقول لك براكتس يوزنج ذا بروتراكتور، يعني بيقول لك كده ايه، اتمرن بقى كده على استعمال البروتراكتور، على استعمال المنقله، وميجر ات علشان تقيس دول. It's helpful to extend، يعني بيقول لك مفيد ان انت تطول الريز، يعني بدل ما الريز كده قصيره انت عايز، ممكن انت تعالى كده هات المسطره بتاعتك وطولها، هات المسطره وطولها، بس هو ده اللي هو قصده يقوله لك يعني. بس to make it is easier to measure، يعني لو هي مثلا بعيده عليك، لا انت ممكن تطولها، تطولها وتقيس بقى انت على دول براحتك يعني. المهم يعني، المهم مش قصتنا. فالسؤال ده عباره عن ايه؟ عباره عن ازاي تقيس. طبعا ازاي تقيس، انا لسه حله في السؤال ده، انا لسه حله في رقم اف ده. ارجع بص على اول، يعني رجع الفيديو وبص على رقم واحد، سؤال رقم اف، هتلاقيني حله ازاي تقيس. تمام؟ عشان بس ايه، ما اقعدش اضيع وقت الفيديو في ان احنا نقعد نقيس وكده يعني. تمام؟ بس قيس بقى وايه، واكتب كل انجل على دول. تمام؟ يلا السؤال اللي بعده. طيب بيقول لك انا كده give 3 different names، نفس النظام برضو، عايز 3 اسماء مختلفة for each of the following angles، لكل الانجلز دي. هو نفس السؤال ده بالظبط اهو، عايز 3 اسماء مختلفة، نفس السؤال ده بالظبط. identify the vertex، يعني بيقول لك حدد لي ايه هي الفيرتكس بتاعتك and sides، وايه هي السايدز. وبعد كده في الاخر طبعا السؤال المشهور بيقول لك measure the angle using protractor، دي بقى انت ايه، اعملها لوحدك زي ما قلت لك. بص على السؤال رقم واحد، رجع الفيديو بص على واحد، رقم اف هتلاقيني حلل لك ازاي تقيس. طب تعالى بس نحل كده السؤال ده عشان يبقى مختلف شويه. هحل معاك رقم اي والباقي نفس الحاجه يعني. اول حاجه 3 اسماء مختلفه، 3 اسماء مختلفه، خلاص مش هحلها تاني، انا اوريدي حليتها. هضطر احلها لك عشان ايه ما تقوليش انت ما بتحلش اهي. طيب اول حاجه فين الفيرتكس، أنا لازم احدد فين الفيرتكس، فين مثلا الفيرتكس اهي. طيب يبقى بقى اول حاجه بكتبها بي، بعد كده البي لازم في النص اهي، لازم الانجل دي اكتبها زي ما هي. طيب ومره بدل بين الحرفين، مره اكتب الاي ومره السي، ومره السي ومره الاي، بس كده. طيب ده كده اول سؤال بتاع write 3 different names for each angle. خلاص بعد كده عايزين identify the vertex، ايه هي اسم الفيرتكس اهو. نقول له كده، هو اقول له كده الفيرتكس is B. الفيرتكس اللي هي مين؟ الفيرتكس اللي هي، طيب بالنسبة ل بعد كده هو عايز ايه؟ بعد كده قال لك عايز يحدد السايدز. طيب ايه السايدز يا مستر؟ السايدز قلنا اللي هم الريز، اللي هم اسماء الريز. وقلنا ما ينفعش اقول لك اي بي، لا لازم اقول لك بي اي عشان ده اتجاه السهم. يبقى هو هقول له كده ايه؟ هقول له كده السايدز ار ايه، هقول له كده البي اي، ولازم تحط لي السهم ده من فوق كوما، واقول له مين تاني؟ البي سي. محدش يقول لي السي بي، لا لازم البي سي اهو. بس كده، كده انا خلاص خلصت. يا مستر خلصنا الفيرتكس والسايدز. اخر حاجه قال لك ايه تقيس، يعني طلع له دي قياسها بكام، يعني هات المنقله وقيس وقول لي دي ايه، دي هتطلع بكام عندك. تمام؟ يلا السؤال اللي بعده. تعالى كده بقى كام سؤال في الكومبليت سهلين. بيقول لك انا كده ايه، ذا فيرتكس اوف ذا اوبوزيت انجل، الفيرتكس اللي هنا اسمها ايه؟ حل انت بقى لوحدك. بيقول لك السايدز اللي هنا اوف ذا اوبوزيت يعني في الانجل اللي قدامك، اوبوزيت انجل يعني الانجل اللي في وشك دي، ايه هم السايدز؟ اظن لسه حلينه يعني. طيب الاسم ايه هو النيم، الاسم بقى بتاعت الاوبوزيت انجل، يعني الانجل اللي قدامك دي ايه هي الاسم بتاعتها؟ يعني ايه يا مستر الاسم؟ زي ما خدنا في الاسئله اللي فاتت، زي لما قلت لك انا مثلا قول لي سي ديفرنت نيمز، فينا نفس النظام، عايز يعرف الاسم. طبعا انت عارف ان اي انجل في الدنيا ليها 3 اسماء، فانت اكتب له اي واحده عادي مش فارقه يعني. نفس النظام برضو عايز يعرف ايه الاسم اللي هنا النيم، نفس النظام برضو عايز يعرف ايه النيم. برضو اي حاجه في الدنيا ليها، اي انجل في الدنيا ليها 3 اسماء، قول له اي واحده براحتك. طيب بيقول لك ايه هو الانسترومنت، دي انا كاتبها لك برضو في ورق الشرح. بيقول لك يعني ايه هو ذا انسترومنت، ايه هو اسم الجهاز that is used to measure the angles، ايه هو اسم الجهاز اللي احنا بنستخدمه علشان measure the angles، اسمه ايه؟ انا كاتب لك السؤال ده بالنص في ورق الشرح، ارجع بص عليه شوف ايه الاجابه. طبعا هي منقله، بس المنقله بقى بالانجلش اسمها ايه؟ اكيد طبعا ما حدش يكتبها في الامتحان منقله، ده امتحان انجلش مش عربي يا حبيبي. تمام؟ فاقول له بقى اسم اسم الحاجه دي بالانجلش اسمها ايه. تمام؟ طيب
برضو يعني سؤال سهل جدا المرة دي. ايه هو الراجل يعني هو اللي مظبط لك المنقلة وهو اللي معدلها لك وهو كل الحكاية، بس انت هتاخد الرقم من على المنقلة يعني. ده حاجة عبيطة يعني. بيقول لك يوز ذا اوبوزيت انجل، يعني بيقول لك شوف الاوبوزيت انجل اللي هو مديها لك دي اللي هي مثلا الاي بي سي اهي، وجاوب لي على الاسئله دي. اول حاجه النيم، الانجل دي اسمها ايه؟ قلنا يا مستر عندك ثلاث حاجات، يا اما تقول له اهم حاجه فين الفيرتكس، هي يا مستر الفيرتكس اللي هي الراس اهي، يا اما تقول له انجل بي او الانجل، ولازم البي يبقى في النص اهو، لازم البي يبقى في النص. مره هنا نحط الاي، ومره هنا السي، ومره هنا السي، ومره هنا الاي، بس كده. طيب التايب، النوع ايه يا مستر النوع ده؟ النوع اللي هو ايه يعني، ايه هو نوع الانجل؟ كلمه تايب اوف ذا انجل يعني قول لي هي اكيوت ولا رايت ولا ستريت ولا اوبتيوس، اللي هي الحاجات اللي احنا خدناها. طيب دي انجل صغيره، لو انت حتى مش فاكر تعال بص، احنا اول حاجه احنا بنقيس فيها هنا يا مستر، هنقيس الزيرو من هنا ولا نقيس الزيرو من هنا؟ سوري، الزيرو اللي من هنا ولا الزيرو اللي من هنا؟ لا يا مستر احنا ناحيه الخط بتاعنا، احنا هل في اي خط هنا؟ لا يا مستر الخط عندي هنا، فاسمي الزيرو اللي جوه. هفضل امشي 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 امشي، وصلت عند كام؟ عند ال 50. كده كده هو اصلا طلب الميجر اهي 50. طيب بس 50 دي بقى دي ايه نوعها؟ طبعا يا مستر دي اكيوت انجل، واضحه يعني عشان دي صغيره، اصغر من 90 يبقى اكيوت ايه؟ اكيوت انجل. بس كده كمل انت بقى الايه، الباقي دول كلهم برضو ايه لوحدك، ما فيهمش اي مشاكل. تمام. السؤال اللي بعده. طيب بيقول لك انا كده بقى ايه، بيقول لك انا كده رامي notes that the open book on the table in the library creates an angle. يعني ايه؟ يعني بيقول لك رامي لاحظ that in الاوبن بوك الكتاب المفتوح ده on the table على الترابيزه in the library اللي في المكتبه creates بيعمل an angle بيعمل لك انجل. تمام، يعني هو شايف الكتاب موجود على الترابيزه، لاحظ ان هي زي ما يكون كده ايه عامله انجل بالمنظر ده وهو رسمها لك يعني. طيب he says the angle is about 60 degrees. هو بيقول ان دي شكلها كده انجل 60 degrees، هو بيقول ان دي 60 degrees. ماشي، هو يقول اللي يقوله ملناش دعوه. Do you agree with his estimation؟ يعني هل انت موافق باللي هو بيقوله ده؟ يعني هي فعلا دي انجل 60؟ طب يا مستر هنعرف منين؟ تفتكر انت بعقلك الحلو ده هنعرف منين؟ هتجيب يا مستر المنقلة بتاعتك، طبيعي يا مستر اهو، هجيب المنقلة بتاعتي اهي المنقلة، وهقيس هنا الزيرو، وهقيس همشي 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 لغاية لما اشوف دي بكام. بس هل انت قبل ما تقيس هل انت شايف ان دي اصلا 60؟ طبعا مستحيل. ليه؟ 60 دي اللي هي حاجه اكيوت، 60 دي اللي هي اكيوت. طب وهل دي منظر انجل اكيوت؟ لا يا مستر دي انجل كبيره. انجل ايه؟ انجل كبيره، واحنا عارفين ان الكبيره بتبقى اوبتيوس، فبالتالي مستحيل ان دي تطلع 60، مستحيل. لازم حاجه اكبر من ايه؟ من 90، لازم حاجه اكبر من 90 علشان ده منظر انجل اوبتيوس. فطبعا هل do you agree with estimation؟ طبعا اكيد لا، مش موافقين. بيقول لك هنا use words او numbers or pictures عشان تكسبلين اللي انت عاوز تقوله. فيعني بقى ايه، اقعد بقى اكتب له كلام بالانجلش، او لو عايز تحط له صور ترسم له حاجات، او عايز تقول اي، المهم يعني ايه، شوف انت قول له دي يعني ايه اللي انت عاوز تقوله له علشان تقول له ان انت مش موافق على الكلام ده. طيب تعالى كده نخش على المالتيبل تشويس على طول كده، يلا. بيقول لك هنا كده البروتراكتور، المنقله دي هو عباره عن انسترومنت، جهاز بيقيس. يا ترى بيقيس ايه؟ شوف انت بقى، حاططها لك في ورق الشرح. ايه هو النيم بتاع الانجل دي؟ شوف انت ايه هي الفيرتكس بتاعت الانجل دي، هو مديك فيرتكس للانجل. يعني ايه؟ هي سؤال خبيث بس فكر انت فيه. شوف الفيرتكس بتبقى انهي حرف، ها؟ شوف ايه هو النيم. شو هو انا طالب النيم بتاع السايدز، هو هنا عايز السايدز. ركز كويس في الاسهم وركز في الحروف، ركز. شوف هو انهي واحده فيهم الصح. بيقول لك one of the sides of the angle RHS، بيقول لك هي واحده من السايدز بتاعت الانجل RHS. طيب السؤال ده يعني هو يعني بص، هو كده بيقول لك ايه what is the possible measure of the opposite angle، يعني بيقول لك ايه هي الانجل، يعني ايه هو الميجر، القياس اللي هيبقى ممكن possible يعني ممكن يكون للانجل ده. على فكرة انا من غير ما اجيب الآلة واقيس الاجابة واضحة، من غير ما اجيب الآلة واقيس هي الانجل دي ايه، واضحة قوي ان هي صغيرة قوي، واضحة ان هي صغيرة قوي. تفتكر هل هي ممكن تبقى 145؟ اصلا 145 دي اصلا اوبتيوس يعني حاجه عامله كده، دي الانجل. هل المنظر ده هو ده؟ اكيد طبعا لا يا مستر، اكيد مستحيل تكون دي.
حاول انت بقى امشي بنفس المنطق اللي انا مشيت بيه وهات الاجابه. لو ما عرفتهاش طبعا هات المنقله وقيس يعني عادي تمام، بس ايه عايزك انت تحلها يعني. طيب بيقول لك هنا كده الميجر بتاع الانجل دي، طبعا دي ايه دي انت لازم طبعا انت اللي لازم تقيسها بنفسك يعني، عشان اصلا كلهم هنا اوبتيوس، فانت لازم انت اللي تقيس بنفسك. which angle is named as angle DEF؟ مين فيهم بيعبر لي عن الدي اي اف؟ خلي بالك قال لك ايه، قال لك انجل ما هي معنى كلمه انجل دي اللي هي العلامه دي اسمها انجل تمام، انا كاتبها لك في ورق الشرح، العلامه دي اسمها الانجل، فدي اسمها انجل دي اي اف. شوف بقى الانجل دي اي اف بتعبر عن انهي واحده في دول. اهم حاجه بس عايز افكرك ان انت تركز على الحرف اللي في النص. شوف انت الحرف اللي في النص ده كان لازم يبقى فين، وهتعرف الاجابه لوحدك صدقني. تمام. طيب بيقول لك which angle is measured 50، انهي واحده فيهم بيعبر لك عن 50. فطبعا انت هات المنقله واقعد جرب قيس كل واحده، شوف مين فيهم هيطلع لك 50. which angle is measured 125، طبعا شوف اي واحده فيهم ايه بتعبر لك عن 125. كده الحمد لله خلصنا برضو الواجب. تمام. حاول تركز في الاسئله كويس، ولازم انت اللي تحل بنفسك، ما تخليش حد او ما تنقلش حاجه، خلي دايما عندك امانه ما بينك وما بين ربنا. تمام. دي ارقام تليفوناتي اللي حابب يتواصل معايا، ذاكر كويس، ربنا معاكم، مع السلامه.